انا شغال موظف بقالي تقريبا 11 سنه، تحديدا سوفت وير ديفلوبر. وفي اول 3 او 4 سنين من شغلي كان في حماس مش طبيعي، اللي هو الحماس بتاع الشغلانه الجديده. وكمان كنت شغال في شركه ستارت اب، فكان الشركه دي فيها فرق كتير، بمعنى ان احنا كنا بنشتغل ديفلوبمنت، بنتكلم مع عملاء، بنعمل حاجات تحصيل فواتير وحاجات تانية كتيره. ولكن بعد كده نظرا لظروف الحياه بدات ان انا اركز اكتر على المرتب. ولما بتركز على المرتب بتبدأ تتجاهل عوامل تانية، زي مثلا الجو العام في الشركة، الناس اللي انت شغال معاها، حاجات كتيرة بتبقى مؤثرة بشكل كبير عليك نفسيا، بتتغاضى عنها عشان خاطر الفلوس. الحمد لله خدت مرتب اعلى، ولكن وصلت لمرحلة زي اغلب الناس ان انا بستنى اجازة نهاية الاسبوع بفارغ الصبر، والاجازة السنوية، عشان اعمل الحاجات اللي انا عايز اعملها او اسافر الاماكن اللي نفسي اروحها طول السنة. ساعتها بدأت افكر ان انا احط خطة للهروب، ان انا اسيب شغلي واتفرغ لبزنس خاص بيا. ولكن الموضوع ده كان غير منطقي وقتها، لان انا كنت بجهز لهجرة، وكنت بحاول اجمع عدد سنين خبرة، وكنت كمان محتاج فلوس، فالموضوع منفعش. بعد ما الحمد لله هاجرت فكرت في الموضوع تاني، ولكن واجهتني مشكلة تانية، وهي ان انا ما كنتش مستقر هفتح المشروع فين بالظبط. ولكن قلت انا مش موجود اصلا في البلد، وركنت الموضوع وسبته شوية لحد ما بدأت ان انا اعمل محتوى. وكان هدفي هو بس ان انا اخرج من الروتين بتاع الوظيفة. بدأت ان انا اشارك معلوماتي مع الناس بدون ما استنى اي شيء. كنت بتكلم مع الناس في الحاجات اللي عندي خبرة فيها، المشاكل اللي بتواجهني كل يوم في الشغل. وفي ناس طلبت مني انها تعرف اجابات لاسئله حتى لو كانت هتدفع لي فلوس. ساعتها عملت موضوع الاستشارات، وكانت منتورشيب على صغير، بمعنى ان الشخص بيدخل لمده ساعه، بنتكلم مع بعض في الحاجات اللي هو عايز يتكلم فيها طالما الشخص ده عنده نفس التوجهات، وبنتكلم بقى في الحاجات اللي هو عايز يعملها، سواء كانت هجره، تغيير مجال، حاجات معينه في التك. ممكن يكون حد شغال وهاجر فعلا وعايز يوصل لنقطه تانية، او عايز يعمل حاجه انا بالفعل عملتها. وكنا بنتناقش في الاستشارات دي، وكنا بنحط خطة مفصلة لكيفية وصول الشخص ده للهدف بتاعه. انا ما بعدش عدد الاستشارات اللي انا بعملها، بس تقريبا من يونيو 2024 لحد يونيو 2025 عملت ما بين 380 لحد 400 استشارة في مجالات مختلفة: تك، فتنس، صناعة محتوى، بيزنس اونلاين، حاجه كتيره جدا. اي حاجه عندي خبره فيها. الاستشاره كانت مدتها ساعه، ولكن خليني اقول لك على النتائج بتاعه الاستشارات دي. اولا عملت فلوس غطت تكاليف سفري من دبي لكندا، ذهاب واياب، وفي نفس الوقت مصاريف قعدتي هناك، اير بي ام بي، فنادق، فسح، خروجات. ورجعت وكان معايا مبلغ، وكمان اشتريت حاجات غاليه هناك، واتبقى كمان فلوس. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ودي الاهم، الرسائل اللي جات لي من الناس بعد الاستشاره ب6 أو 7 شهور، اللي قال لي ان هو غير مجال، واللي قال لي ان الاستشاره دي كانت بدايه لتغيير مسار حياته تماما. استشاره مدتها ساعه فقط. البيزنس ده خلاني ان انا احب وظيفتي اكتر، بدات احبها اكتر، لان اولا مفيش روتين يومي، انا في عندي حاجه تانية بعملها بعد الشغل، حاجه انا بحبها. والحاجه التانية انا مش متوتر، لان انا ممكن اسيب الوظيفه في اي وقت، يعني مش معتمد على مصدر دخل واحد، انا عندي مصدر دخل تاني. حته القلق دي لما اتشالت خلتني ان انا ابقى عارف ان انا حياتي مش واقفه الحمد لله على الوظيفه دي. لو انت ضغطت على الفيديو ده فغالبا القصه دي هتحس انها قريبه منك شويه، وغالبا ده الوضع اللي انت بتلاقي نفسك فيه بعد 5 6 7 سنين. لو عايز تعمل اللي قلت لك عليه ده، وهو ان انت تضاعف دخلك وفي نفس الوقت تأثر في حياه ناس تانية واللي ليها تأثير معنوي عظيم على حياتك، وهتحس ان انت بتغير في حياة حد فعلا، فمحتاج ان انت تتفرج على الفيديو ده وبتركيز. انت مش محتاج انك تبدأ بيزنس اوفلاين، ان انت تفتح محل او تفتح شركة، او ان انت تذاكر حاجة من الصفر علشان خاطر تبقى جاهز انك تبدأ بيزنس اونلاين. احنا اتكلمنا كتير جدا في انواع البيزنس الاونلاين، واتفقنا على انه افضل بيزنس واصدق بيزنس هو البيزنس اللي انت فعلا بتبقى صادق فيه مع الناس في الحاجة اللي عندك، حاجة انت متحكم فيها، حاجة انت لمستها بايدك، معلومة حقيقية بتأثر في حياة حد، وفي نفس الوقت ما تكونش هتبذل مجهود علشان تبدأ البيزنس ده. البيزنس ده هو ايه؟ هو بيزنس بيع الخبرات. فبيزنس بيع الخبرات هو ان انت تبيع معلوماتك للناس. انت اولا لازم يكون عندك وضوح في الحاجة اللي انت هتقدمها او الحاجة اللي انت هتبيعها. الوضوح ده بدايته من وضوحك انت مع نفسك. انت بدل ما تقول انا فاهم مثلا HR، لو انت شغال في شؤون العاملين، او HR، طريقة كلامك واسلوبك على السوشيال ميديا ما بتقولش انا فاهم HR، انت بتقول انا هفهمك ازاي تظبط السي في علشان تجيب انترفيو في خلال شهر. يبقى انت عندك نتيجة واضحة، النتيجة دي انت بتبيعها، انت ما بتبيعش معلومة. بدل ما تطلع تتكلم في حتة المانجمنت، او ازاي ان انت، او ازاي عندك خبرة فظيعة في المانجمنت او الادارة، انت بتقول انا بساعد التيم ليدز ان هم يكون عندهم خبرات قيادية اقوى، بحيث ان هم يقدروا ان هم يديروا تيم بشكل افضل. مثلا بدل ما انا عندي خبرة في النيوتريشن او التغذية، انا بقدر اوصل الموظف المشغول ان هو ينزل دهون ويبني عضل في خلال من 3 ل6 شهور
بدون ما يأثر على شغله وجودة حياته. دي اول حاجة، تحديد النتيجة اللي انت هتوصل الناس ليها. الحاجة التانية واللي دي غلطت فيها جدا، واكتر حاجة تقريبا او اكتر مشكلة احنا بنواجهها مع الناس اللي بنشتغل معاها، ان الناس بتبقى داخلة متحمسة عايزة تساعد كل الناس، فبيقول انا بساعد كذا وكذا وكذا. انت محتاج ان انت تكون عندك وضوح في الشخص اللي انت بتحاول تساعده، فانت بتساعد شخص واحد، نوعية معينة من الاشخاص. الحاجة التانية بتحلله مشكلة واحدة وبتوصله لنتيجة واحدة. فمثلا بساعد المحاسبين ان هم يلاقوا شغل في الخليج، بساعد الموظفين ان هم يبداوا بيزنس اونلاين اللي هو انا مثلا، بساعد التيم ليدز الجداد ان هم يليدوا تيم او يقودوا تيم بدون توتر مثلا، بساعد المهندسين ان هم يظبطوا السي في بحيث يلاقوا شغل في اوروبا مثلا في خلال شهر على سبيل المثال. كل ما كانت المشكله اللي بتحلها واضحه ومحدده كل ما هتبيع بشكل افضل، لانك لو مشتت الناس نفسها هتتشتت، مش هتفهم انت بتبيع ايه. وصدقني انا شخصيا بقع في المشكله دي كتير، وكل مره بيبقى العرض نفسه واضح اكتر وسهل شرحه كل ما المبيعات بتزيد. الحاجه التانية واكبر غلطه الناس بتعملها انها بتبدا كورس، انها بتفكر تعمل موقع وبعدين تحط عليه كورسات وبعدين تبدأ تعمل براندنج وتبدأ تعمل لوجو، وبتكبر الموضوع على نفسها، وبتلاقي نفسها وصلت انها بتدفع مثلا 500 600 700 دولار مثلا، ومصاريف شهريه مثلا 100 200 دولار على ويب سايت ودومين وما اعرفش ايه، وهي لسه ما دخلتش ولا جنيه. فدي حاجه غلط اغلب الناس بتعملها. انت مش محتاج موقع في الاول ولا محتاج ان انت تبدا كورس، انت محتاج تعرف الخدمه بتاعتك هتشتغل ولا لا بدون ما تصرف فلوس. فمحتاج ان انت تبدا بخدمه بسيطه، الخدمه دي تكون سريعه في التنفيذ، سهله في البيع، تخليك تفهم السوق نفسه بسرعه، كاش بسرعه او تدخل لك فلوس بسرعه، في نفس الوقت تدي لك فيدباك من الناس بشكل سريع، تبقى عارف الخدمه دي هتشتغل ولا لا، بدل ما تعمل ويب سايت وتدفع اشتراك لهوستنج ودومين وغيره وانت لسه مش متاكد اذا كانت الخدمه دي هتنفع. في امثله كتيره جدا من الخدمات اللي ممكن تقدمها. ممكن تعمل 1 to 1 consultation زي ما انا ذكرت من شويه، بتدخل مع حد ميتنج وبتتكلموا في الحاجه اللي هو عايز يتكلم فيها. في الحاجه التانية ان انت تعمل ريفيو على شغل حد، ممكن تكون مبرمج مثلا وحد عامل ويب سايت وعايز تعملوا ريفيو على الويب سايت بتاعه. ممكن زي حسن مثلا معانا بيساعد الناس انها تحسن البروفايل بتاعها على ابورك، ان انت بتعمل ريفيو للبروفايل بتاع الناس. الحاجه الثالثه ممكن تعمل كوتشنج، ان انت مثلا لو كنت فيتنس ترينر ممكن تدرب حد لمده مثلا 3 ل 6 شهور، ده انا عملته شخصيا. ممكن تساعد حد ان هو يعمل امبلمنتيشن لبروجكت، في ناس مثلا بتبقى عايزه تعمل بروجكت وتقومه بس محتاجه حد يساعدها ان هو يبني او يعمل امبلمنت للمشروع ده. فلو انت شخص مثلا فول ستاك ديفلوبر ممكن تساعد الناس انها تعمل كده. ممكن تبقى رود ماب سيشن، وده اللي انا بعمله دلوقتي، الاستشارات الخاصه بالمسار المهني، بساعد الناس انها تحدد المجال اللي هتدخله ازاي، وبنحط رود ماب او خطه للوصول للهدف ده، او انها تدخل المجال اللي هي عايزاه. ممكن يبقى سي في او لينكد ان اوبتمايزيشن، ومعانا محمد طارق ومعانا سكينه بيعملوا نفس الموضوع في المنتورشيب. بالمناسبه لو عايز تشتغل معايا بشكل شخصي بحيث نبني البيزنس بتاعك من الصفر هتلاقي كل التفاصيل تحت في الديسكربشن. فدي امثله لخدمات ممكن تقدمها، مش هتاخد منك وقت، مش هتاخد منك فلوس، وفي نفس الوقت هتجيب لك فلوس بشكل سريع. الناس دي هتشترك في الخدمه بتاعتك ازاي؟ هتشترك من خلال المحتوى اللي انت بتنزله، زي المحتوى اللي انا بعمله دلوقتي هو الانجن او المحرك اللي بيجيب لي ترافيك، هو اللي بيوجه عيون الناس للخدمات اللي انا بعملها. فالمحتوى اللي انت بتعمله ده مش هدفه فيوز وخلاص، هو هدفه ان انا اعرف الناس ان انا عندي الحل للمشكله بتاعتهم وبقول لهم ان انا فاهم. المحتوى بتاعك ممكن يكون ليه اشكال عديده، ممكن تكون اخطاء الناس بتعملها، ممكن تكون مفاهيم خاطئه عند الناس، ممكن تكون خطوات عمليه لفعل شيء معين، ممكن يكون طريقه تفكير في شيء معين قبل وبعد، زي مثلا موضوع الهجره، انا بعمل الموضوع ده كتير. مثلا موضوع الدايت، لو انت بتعمل حاجه بشكل خاطئ دلوقتي بعد ما تصحح عليها او بعد ما تغير تفكيرك في طريقه ادائها النتيجه هتبقى عامله ازاي. ممكن تتكلم عن حاجات شخصيه خاصه بيك في الشغل مثلا، ممكن فريم وركس او حاجات معينه انت بتعملها عشان توصل للهدف بتاعك. ممكن يبقى تحليل لبروجكت مثلا عملته، لو انت كنت مثلا ميديا باير بمبلغ كويس خلال شهر. ممكن تكون فيديو اديتور، عملت مثلا فيديو بشكل معين جاب فيوز كتيره، عملته ازاي بالتفصيل، فبتعمل بريك داون للحاجه اللي انت عملتها. المهم المحتوى نفسه يكون واضح، عملي، يعني ريليتابل، ينفع ان هو الناس تطبقه، مرتبط بمشكله حقيقيه عند الناس عايزه تحلها، وفي سي تي اي او كول تو اكشن، او بتقول للناس احجز معايا استشاره، ده المنتج بتاعي، اشترك معايا في كذا، يبقى الناس عارفه ان انت بتقدم خدمه معينه. الحاجه اللي بعد كده اللي لازم نتكلم فيها ولازم تكون فاهمها كويس، ما تعملش محتوى تستنى ان انت تبيع من المحتوى، لانه في الاول الموضوع ده هيبقى صعب قبل ما يكون عندك اودينس. لازم يكون في نوع من المحادثات والتواصل مع الناس، بمعنى ان انت لازم تدخل تكلم الناس، لازم تدي سي تي اي ان الناس تكلمك. على سبيل المثال تعمل ستوريز مثلا وتقول هل واجهتك المشكله دي، تسالهم اسئله معينه بحيث الناس تتواصل معاك وتتفاعل معاك، وتبدا نوع من المحادثات اللي هتوصل ان الشخص نفسه يشتري. ممكن انت تدخل تكلم الناس
تقول لهم ايه رايكم في المحتوى، حابين تشوفوا ايه. فالحاجات دي بتبقى مفيده من ناحيه ان انت ممكن تعمل كونفرت للناس مجرد ان انت بتبدا محادثه بتفهم المشكله بتاعتهم ايه. واتكلمنا في الحته دي كتير عن الورم اوتريتش والكولد اوتريتش، لو انتوا عايزين نتكلم فيها بشكل مفصل اكتبوا لي تحت في التعليقات. فالموضوع ده زي ما قلت بيساعدك ان انت تعمل كونفرت للناس، تفهم دماغ الناس عايزه ايه، لانك انت بتعمل محتوى في الاخر للناس. حاول ان انت تنزل من سعر المنتج بتاعك في الاول ويكون تركيزك على التستيمونيالز. الموضوع ده انا بتكلم فيه دايما. التستيمونيالز اول ما بتيجي هتلاقي البيع بتاعك زاد اضعاف، وكل مره بجيب فيها تستيمونيال وبعمل له نشر على نيوزلتر او ايا كان بيجي لنا بعدها بيع على طول، لان الناس دايما بتتشجع لما تشوف حد بدا قبلها. ده اللي انت محتاج تعمله حرفيا علشان تبدا بزنس اونلاين، بزنس استشارات قائم على خبرتك. احنا عندنا برنامج كامل متكامل في الموضوع ده من الصفر لحد ما يبقى عندك بيزنس اونلاين وتعين فريق. البرنامج اسمه اكسبرت تو بزنس، حاليا عليه خصم، ما اعرفش الخصم ده وقت نشر الفيديو هيبقى راح ولا لا. فلو انت مهتم هتلاقي التفاصيل بتاعه البرنامج تحت اللينك بتاع المنتورشيب في اسفل الفيديو، واتمنى ليكم التوفيق.